كشفت برقية أمريكية سرية سربها موقع ويكيليكس أن سفير الجزائر في سويسرا إدريس الجزائري قال أمام دبلوماسيين غربيين العام الماضي إنه سيكون سعيدا بأن يضع نفسه تحت تصرف الإسرائيليين تعقيبا على ما دار في ندوة حول حظر انتشار الأسلحة النووية والملف النووي الإيراني. كذا مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. من جهة أخرى أظهرت صور يحتفظ بها حلف الأطلسي على موقعه على شبكة الإنترنت لقاءات ومصافحات بين عسكريين جزائريين وعسكريين إسرائيليين من بينهم قائد الأركان الإسرائيلي جابي أشكنازي. هل عن جزائر أخرى غير هذه يحدثنا ويكيليكس؟ موقع التسريبات الشهير خرج على الجزائريين ببرقية نصيبهم منها الصدمة ونصيب قيادتهم حرج كبير. تحدثنا الوثيقة الأمريكية السرية المؤرخة في 13 مايو من العام الماضي عن اجتماع عقد في اليوم نفسه في جنيف السويسرية على هامش اجتماع اللجنة التحضيرية لندوة تقييم معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. تقول الوثيقة إن من بين من حضروا الاجتماع إلى جانب روس غودمولر نائب وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالتحقق من الامتثال والتنفيذ إدريس الجزائري سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا وسفراء مصر واليابان وأستراليا وكندا وبريطانيا. أشار ممثل الإدارة الأمريكية خلال اللقاء إلى ما وصفها العلاقة الوطيدة بين قضية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للملف النووي الإيراني. ويكون السفير الجزائري قد قال لدى تناوله الكلمة إنه سيكون سعيدا بأن يضع نفسه تحت تصرف الإسرائيليين فيما يتعلق بما تسمى جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط. هل قصد إدريس الجزائري إبداء استعداده من أجل التوصل إلى حل للملف النووي الإيراني وفقا للرؤية التي تراعي أمن إسرائيل؟ ألم تكن مواقف الجزائر من نزع السلاح مرتبطة بشكل دائم بمواقفها التقليدية والمعروفة إزاء النزاع العربي الإسرائيلي؟ ليست ها هنا كل القضية. فكيف يصدر عرض كهذا من ممثل دولة تفاخر بأنها لا تقيم مع إسرائيل اتصالات في السر أو العلن ولا تسعى لتطبيع معها من أي نوع؟ خطورة ما نسب لحفيد الأمير عبد القادر في أنه أول تصريح لدبلوماسي جزائري يسير عكس مواقف بلاده الرسمية. ذلك إذا سلمنا بفرضية المبادرة الشخصية أيا كانت مراميها. أما إذا كان العرض باتفاق مسبق مع الجزائر فذاك تحول دبلوماسي لافت أو مجرد مستور تكشف. فعندها ربما سنكون بصدد ما يصفه البعض نفاقا سياسيا في تعامل الجهات الرسمية الجزائرية مع موضوع العلاقة مع إسرائيل. موقف يجد أصحابه شاهدا في هذه الصور التي تظهر جانبا من لقاءات دورية تجمع في إطار حلف شمال الأطلسي كبار قيادات الجيش الجزائري مع نظرائهم الإسرائيليين. قد لا يصل الأمر إلى حد التطبيع، وربما لم تكن كذلك أيضا هذه المصافحة الشهيرة في أولى سني حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ينضم إلينا من لندن العربي الزيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. سيد العربي، أولا كدبلوماسي سابق ثم كمطلع ومتابع للأحداث وعلاقات الجزائر الدولية، كيف وقعت عليك هذه التصريحات التي جاءت على لسان السفير إدريس الجزائري؟ السلام عليكم ورحمة الله. في واقع الأمر أنا كنت أعرف إلى حد ما بهذه العلاقات التي تمتد إلى منتصف التسعينات، ولكن أعرف أنها وقعت صدمة شديدة جدا. تابعت اليوم كثير من التعليقات من القراء الجزائريين على صحف جزائرية، وكانت العديد منهم مشدود إلى صدمة، حتى أن فيهم من طالب بشنق هذا السفير. والواقع هذا يكون غير عادل، لأن السفير لم يتصرف من ذاته وليست مبادرة فردية إطلاقا، ولأن الأمر كذلك سيد العربي، لأنك لا تستغرب ما قاله السفير إدريس الجزائري. كيف تصف ما قام به؟ ما هي المبررات التي قد تقف وراء هذه التصريحات التي أدلى بها؟ هي تكملة لمجموعة من الخطوات اتخذت منذ سنة 93
عندما ساد لدى مسؤولين جزائريين من أن معركة الجزائر مع الإرهاب الإسلامي هي مثل معركة إسرائيل مع الإرهاب الإسلامي في فلسطين، وتردد هذا على صحافة إسرائيلية عديدة. ثم كانت تطبيع رياضي في منتصف 95 سمح به وزير الخارجية 94 بالضبط، وزير الخارجية صالح دمبري، عندما سمحوا للرياضيين الجزائريين بلقاء نظرائهم الإسرائيليين في المنافسات الدولية. ثم كانت المصافحة الشهيرة بين مبارك وبوتفليقة على هامش جنازة الحسن الثاني. ثم كانت زيارة مجموعة من الصحفيين ووزير الثقافة الحالية إلى تل أبيب في 2001، ومباشرة بعدها عينت وزيرا للثقافة. معنى هذه المعطيات كلها سيد العربي أن هذه التصريحات ليست فردية، وإنما تعبر عن سياسة جزائرية حيال ما يحدث. أبدا ليست فردية، هي سياسة جزائرية. بوتفليقة ذاته قابل عدد من اليهود في فرنسا وفي أمريكا. شكرا جزيلا لك العربي زيتوت الدبلوماسية الجزائرية السابق، كنت معنا من لندن.